عيناوي ملاعب ما شاء الله. لا انا بالنسبه لي انا هذا بشيء قلت ماذا بيا الاربيتر يصفر يزي الماتش. خفنا بالضبط. خفنا من حاجه تاريخيه. مش باهي شوف مع الاسف معناها شوف النجم نكون قاسي ننقد باحترام مواقعي. عينه صبري لموشي، فما اخبار تقولوا انه صبري لموشي ممكن انت معاصر وقت صبري لموشي رفض المنتخب. المغرب اليوم قادر يعمل كاس العالم وحده زاده مش في الكره. الكل في حلقتنا الاولى من بودكاست الكوره، الضيف الاول قام من الاعلام التونسي المحامي والاستاذ السيد فتحي المود. مرحبا سي فتحي. يعيشك، مرحبا بيك، وان شاء الله الشباب هذايا ينطلق ويطير وسام في بليزير. راهو اول حاجه نحب نشكرك على قبولك الدعوه. لا ما عندي حتى مشكله، انا بالعكس كل ما واحد تونسي الحقيقه معناها قاعد يحب ينطلق وحده بجوانحه نكون موجود نعاونه نقفوا معاه، خاصه انه معناها محلاك وتبارك الله عليك ونشاط وتحب تخدم على روحك، وبيان سور ان شاء الله المتابعين معناها يزيدوا اكثر واكثر ان شاء الله واكثر. خطوه خطوه نوصل باذن الله. ان شاء الله خلينا ندخلوا ديريكت سي فتحي. كاس افريقيا غدا، النهائي المغرب والسنغال. قبل كل شيء شنو رايك في الدوره عموما كتنظيم وككل شيء يعني؟ لا كتنظيم انا ما نقولوا، انا قلت تنظيم الحقيقه مونديالي الملاعب شيء وقف المخ. انا كي تقارن بتونس مثلا وش عندنا ملاعب واحدة نجم نقول الحقيقة معناها إشادة دون حتى مجاملة، معناها ملاعب مونديالية، معناها ملاعب تاع كأس عالم. عندك 9 ملاعب بالخاصية هذه وبالروعة هذه معناها تنظيم الحقيقة على مستوى الملاعب رائع جدا، حتى على مستوى التنظيم بصفة عامة. احنا مانيش عايشين في قلب الحدث، ولكن اللي نسمعوه ونشاهدوه ونعاينوه ما شاء الله معناها تبارك الله، معناها حضور جماهيري كبير، ارقام قياسيه طاحت، عدد الاهداف ارقام قياسيه طاحت، الفرجه التصوير نتاع المقابلات حلو برشا، معناها تقريبا الحقيقه ربما الدوره 35 باش تكون فارقه، معناها اللي باش يجي من بعد معناها. الامور الفنيه شنو رايك بارابور بالنسبه للدورات الفارطه؟ ثم نيفو محترم؟ لا الخاصيه نتاع كاس افريقيا هذه لعبوا توا تقريبا 62 مقابله ولا مفاجاه. معناها الحقيقه انا كنا ديما ننتظروا هكا كوب دافريك فيها شويه ملح شويه كذا، فما مفاجاه، فما حاجه كبيره، فما نتيجه كبيره 7 6 5، فما فريق صغير بين ظفرين يربح فريق كبير. لا الكاس الافريقيه هذه انا سميتها كاس افريقيه المنطق معناها. والدليل اليوم في النصف النهائي الساعه ثلاثة فرق الاولانيين وثلاثة فرق في الكلاسمون بتاع الفيفا. الزوز الاولانيين المغرب والسنغال هما الزوز الاولانيين في الكلاسمون بتاع الفيفا. معناها كل شيء كان منطقي والاحسن متوجد في النهائي. وغدا المغرب والسنغال، توقعاتك؟ وهل العامل البدني ممكن ياثر على المغرب اكثر من على السنغال ولا كيفاش تشوفه؟ وي بالطبع العامل البدني، الانتعاش البدني، الفريشور فيزيك معناها، لانه المغرب في النصف النهائي تعب برشا معناها، ولعب مع شكون؟ بالنسبه لي انا الحقيقه اقوى فريق في الكاس الافريقيه هذه على اللي ريته هو نيجيريا. ودايما نقول على نيجيريا اقوى فريق، مش معناها هو خير من المغرب او خير من السنغال، ولكن كي ترى معناها حضور على الميدان وكيفاش يبريسي الادفيرسير الخصم نتاعو، وكيفاش يحضر الهجوم والدفاع والهجوم مرعب نتاعو، معناها ما تأسفت كي ريت نيجيريا بهالمستوى مش حاضر في كاس العالم. انا في افريقيا معناها تمثل افريقيا. بالنسبه لنا نحن نيجيريا كان تمشي لكاس العالم بالفريق هذايا تعمل حاجه كبيره. دونك المغرب تعبت ضد نيجيريا، تعبت، عملت برولونغاسيون، عملت وقت اضافي، عملت ضربه جزاء. باركونتر معناها السنغال ضد الفريق المصري صحيح مقابله صعبه واحده، مش نفس التعب، ما لعبوش برولونغاسيون. دونك العامل اللي باش ربما يفصل في النهائي هو العامل انه المغرب اللاعبين قادرين يعاودوا نفس المستوى اللي ريناها متاع المغرب معناها ضد الكاميرون. معناها عملوا معناها حضور بدني قوي ياسر ممتاز برشا باش تربح كاميرون بدنيا، يلزمك فريمون قوه كبيره، وعاودوا نفس المقابله ضد نيجيريا. دونك العامل هذا معناها
الانتعاشة البدنية لا فريشير فيزيك تنجم تعمل الفارق، لكن الحقيقة للأمانة أنا نقولها نتمنى المغرب ومع حضور الجمهور اكيد باش يكون الملعب فل. والله حضور الجمهور. اسمع وقت اللي تبدا تلعب في لو نيفو، بالضبط. ساديو ماني يلعب مع ليفربول ولعب معناها ولعب متعود نهائي، على لعب الجمهور النهائيات يعني. وهاز كاس افريقيا ولعب ضد معناها والله الجمهور ممكن معناه يأثر شوية وأنه، ولكن الحقيقة معناها تلعب الفوق والدليل ما عادش فما تلعب في الميدان نتاعك، تلعب حتى شوف في كاس أوروبا معناها واللي يلعبوا الكل غدوة كلهم يلعبوا في أوروبا. حتى ماني لما فاز على مصر قال ملاعبيته يعني التركيز تاعه. اي ريت اول رياكشن تاع ساديو ماني كبير برشا صراحه. اول رياكشن واحد كي يترشح للنهائي يعمل دورة الملعب معناها بالضبط. باش يحتفل وكذا. اول ما ريناها التصويره معناها عديت في التلفزيون الكل في البين سبورت عديت يعمل لهم معناها مازال اللي بيه الفايده مازال معناها المقابله الحقيقه باش تلعب على جزئيات. المغرب فريق ابهرني ما كنتش نشك بذاك معناها، وانا الحقيقه عملت ريسك روحي معناها انا في اول حصه في البين سبورتس قلت المغرب هكا، المغرب في كوكب والبقيه في كوكب اخر معناها، والمغرب اكد ذلك. ولكن توا نهائي مش معناها لو صحيت مش معناها كي قلت المغرب معناها في كوكب والبقيه مش على كوره برك، مش على مستوى معناها النهائي تربح ولا تخسر، لا على مستوى التجهيزات، على مستوى الملاعب، على مستوى U17 U23 البنات في كل شيء. المغرب معناها يا بطل افريقيا يا معناها يا وصيف يا بطل حتى العالم معناها وصل في الصغار في البنات، في البنات لعب الجو اولمبيك خذا ميداي دو برونز. نحكي على كل شيء مش معناها كوره برك الناس مك تعرف اول يا اخي لا هاوكا يربح بالسيف بدي مش نحكي على ذاك برك. كي المغرب في كوكب اخر على كل المستويات، التجهيزات التحضير النتائج اللي تحب انت. واصبحت عندهم سي فتحي شخصيه البطل. ايه بالطبيعه انت كونك بعد كاس العالم 2022 سامحني وزيد انا تحدثت على هذا من الكل وليت كاس العالم انا توصل للدمي فينال في كاس العالم اول مره في تاريخ العرب وافريقيا، وليت ما عادش نحكي عليها لانه تلمون النتائج نتاع الفريق المغربي نتاع الفرق المغربيه كبيره ولات معناها حتى النتائج تنساهم. دونك وقت اللي نقول المغرب في كوكب والبقيه في كوكب اخر راهو مش كوره فقط، ينجم يخسر النهائي هوصل للنهائي ويبقى تبقى الملاحظه نتاعي صحيحه. انا نشوف قارن بتونس ونقارن ببلدان اخرى معناها وين الانفراستركتور نتاع المغرب اليوم ينجم يعمل كوب دي موند. المغرب اليوم قادر يعمل كاس العالم وحده زاد مش حتى في القرعه سي فتحي جو مع البرازيل عباره جو مع فريق عادي يعني. بالطبع حتى من رده الفعل بتاع المدرب في يوم القرعه بيان سور عادي جدا. نسمع وقت اللي تدخل في العقليه نتاعك في المونتاليتي نتاعك وانك راك ماكش صغير ما تدخلش بعقليه انا صغير معناها يلزمني نشد الدفاع ونعمل لا تدخل بعقليه كونكيرون. انا بيدي عندي وعنده الحقيقه الامكانيات الفريق المغربي معناها سامحني عنده حارس ينجم كما قلت يغيب لك 5 ماتشات ما جاه شيء، لكن في 30 ثانيه حش كبيته قافت 30 ثانيه بعد 4 سوايع ونص راقد معناها. دونك عنده اشرف حكيمي عنده عيناوي ملاعب ما شاء الله. لا انا بالنسبه لي انا وانا قلتها على البلاتو ربحوا يحكيوا على اشرف حكيمي ويحكيوا على اسمه ابراهيم دياز ويحكيوا على يا اختي فما ملاعبي مش نورمال ومعناها ما شاء الله. دونك المغرب عندها الامكانيات الكل نتمناه بالطبيعه. انا كتونسي معناها سامحني واحد ومن قلبي ومن جوارحي وباش نشجع المغرب للاخر تبقى كان السنغال لعبت خير وربحت طوميو معناها نفرحوا للسنغال. فريق مش فريق بلاد نتاع كوره السنغال متعود يعني بلاد نتاع كوره وانا من البلاد هذيك السنغال ياسر حلوه معناها وبلاد معناها شعبها حلو حتى كل المجالات السنغال تراها اكثر قريبه لنا معناها رغم البعد المسافه ورغم ولكن اقرا تاريخ السنغال على كل مستويات محلاها. نتمنى في الاخير المغرب اكيد المغرب نرجع المنتخب شويه سي فتحي المردود البيات في كاس العرب وفي كاس افريقيا مش نفس الملاعبيه ولكن المردود نفسه. شنو هو
هل والله مدرب اجنبي لازم يكون الحل ولا لا 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 شيء انا مفارق لا، منظم؟ حكايه جنسيه المدرب انا اخر حاجه، شخصيه المدرب اكثر من جنسيه. بالضبط. شخصيه هذه هي الكلمة المدرب. صحيح. لا 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 معناها سامحني جنسيه باش شخصيه المدرب. والمشكله الانكونفينيون تاع مدرب تونسي وعايش في تونس، عقليه تونسيه، يقرا فيسبوك ويسمع وكذا، وربما اذا كان ما عندوش شخصيه اثروا عليها، يا احنا جبناك تقولش عليه عاملين عليه مزيه، تعيط لفلان وتعيط لفلان ويجيب لنا فلان وتدخل في الحسابات كذا. دونك اذا كان يبدا مدرب تونسي وقوي وعنده شخصيه ما يسمع، خليه تونسي. اذا كانوا اجنبي واجنبي ولا غالب معناها يسمع الكلام وكذا ويجي معناها كاسكو سا شونج، ما غير حتى شيء. انا حسيتنا مدرب عنده شخصيه قويه ويحكم قرارات صادره عليه. تونس في كاس افريقيا بالطبيعه كنا ننتظروا الكثير الحقيقه معناها. بداية جيدة من بعد ما نعرفش اي المقابله الاولى ومن بعد الله غالب معناها. بون شوف توا الناس نيجيريا، ورينا نيجيريا واش عملت في الجزائر، والجزائر ما شاتتش كوره وما لعبتش وما خلتهاش، واحنا ماركينا زوز. اي صحيح، حتى احنا ما خلتناش احنا احنا في الاخر في الاخر انا قلت لهم الجزائر معناها كي خرجت معناها من السنغال معناها لعبت درجين من 80 دقيقه. تونس كيف كيف احنا لعبنا كان كل رياكسيون دامور بروبر ثلاثه بشيء. انا والله العظيم نتفرج مع الاولاد في البين ثلاثه بشيء، قلت ماذا بيا الاربيتر يصفر يزي الماتش. خفنا بالضبط. خفنا من حاجه تاريخيه. رياكسيون دامور بروبر باهيه معناها نتاع الاولاد، شخصية الولاد. اي لهنا نقول لك معلش مش مقبل. علاش حتى لين واحد كذا وجات الكره لفرجاني ساسي معناها بالراس كان نجم نعملوا 3-3 وراهو ولاو ابطال العالم. بالضبط. نجيو مقابل تنزانيا الناس الكل والله وانا منهم معناها نحكيو من بعد لي كومباريزون المقارنات. تنزانيا والله كيفاش يعملوا معنا تعادل تنزانيا وشكوني وتنزانيا وما عندهاش من بعد تنزانيا مع المغرب 1-0 وجات في الدقيقة 94 عملية فيها وعليها. وانا قلتها معناها قلت علاش ما ترجعش للفار، فيها بلانتي ما فيهاش. النقطة السلبية في الكندي سي فتحي التحكيم. لا اكثر من التحكيم. النقطة السلبية الكبيرة تقريبا لا الكبيرة هي الفار. الفار انا الفار عملت التسميه معناها قلت الفار هذا شاهد ما شافش حاجه معناها ما شاف شيء معناها اللي بيه الفايده باش يشوفوا ما يشوفوش ووقت اللي لازم يشوفوا معناها. فعلا الفار مشكله معناها. ربما ايضا نتعمقوا شويه. ربما عديد البلدان الافريقيه ما عندهاش فار، مش البلدان الكل. احنا في تونس الفار بالحبابه والكبابه والماكينه في الديوانه هاي خرجت من الديوانه ما حبش تخدم معناها. دونك الفار هو اللي والفار وشخصيه الحكم. علاش اللي لاحظته في كاس الافريقيه هذه الحكام لي زاربيتر ولاو يتكاو على الفار. شنو معناها؟ كما تزفرش وكان فما حاجه توا عيط لي الفار يزفر كان حاجه ولات وكانه يتخلى على مسؤوليته معمل ياسر على الفار. الفار ساعات ما عيط له مثلا الفار مقابله المغرب معناها نتاع ضربه جزاء والكره في يد ابراهيم دياز معناها ضرب 4 دقائق. العالم الكل راه ما فماش ضربه جزاء، الكره ضربها بيده ابراهيم دياز 4 دقائق على عمليه. يا ولدي انا سميته الفار معناها قاعه انتظار. صحيح. لا مش عادي معناها. دونك عندنا مشكله الكبيره في الفار ديما شخصيه الحكم. عندنا دخل كبير. نرجع منتخب سي فتحي عينه صبري لموشي. فما اخبار تقولوا انه صبري لموشي ممكن انت معاصر وقت صبري لموشي رفض المنتخب، وفما ناس تقول لك لا صبري لموشي ما خذش فرصته، ولكن سي يوسف الزاوي اخر مره قرر وهو ما كانش يتدرب ما يحبش يلعب. لو انت اكد لنا لو انت عندك فكره وقتها ولا لا فما شوف بالنسبه ميزوا بين صبري اللموشي اللاعب وصبري اللموشي بعد المدرب. صبري اللموشي اللاعب راهو برشا روايات، فما على الاقل زوز وانه جاء حب يلعب وما لعبوش. روايه ثانيه تقول لك وقت اللي حب هو يلعب من الاول تردد، وقت اللي حب هو يلعب هبط قانون الفيفا يمنع لاعب العب في الكيب ناسيونال بتاع بلاد اخرى حتى مقابله واحده ما عادش عنده الحق يلعب. دونك وقت اللي حب معناه يتراجع او معناه خمم حب يجي للمنتخب التونسي وقتها هبط قانون يمنعه من ذلك. من الاول هل انه فعلا
هو ما حبش ممكن سيوس الزاوي قال وقتها ما يحبش يدرب. اي نصدق شويه سيوس من بعد راه تبدل رايه معناه وحب يجي، ولكن يبدو انه فما قانون وقتها تلعب في الصغار في الفئات السنيه الصغيره مع بلاد اخرى معناها يو 20 يو 17 تنجم تلعب سينيور انتهى معناها ما عادش نجم. فوالا دونك نتصور نحبش نظلموا على النقطه هذه على خاطر الروايات تختلف، مي بار كونتر انا الحقيقه معناها ما رحمتوش معناها صبري اللاموشي، لاني انا كنت في البين سبورتس في برنامج هذا المساء في 2013 25 جانفي 2013 تونس وكوت ديفوار تونس والكوت ديفوار، وانا كنت في البلاتو تعديت وقتها قالوا له تونس كذا، قال لهم هي بلاد امي وبابا وسسرت لا نقطه وارجع للستار. انا الحقيقه قلت اللي ما يتشرفش بتونس تونس ما تشرفش بيه. دونك انا وقتها كنت وريت نقول فو جامي انسولتي لافنير. عمر الوقت هو يدرب في المنتخب الكوت ديفوار ما يهمش يا ودي، احنا ما قلنا لكش عايش شنو هو المانع، هي تونس هي بلاد جذوري ما عنديش بها علاقه الوقت الحاضر، هي بلاد والديه، ولكن تونس بلاد جذوري. تونس اما اساسها ريت لا اي ممكن معناها النقطه ورجع للستارس، هي ما عادش بها حتى علاقه، خايبه ياسر. وانا وقتها الحقيقه على البلاتو قلت انت ما تشرفش بتونس تونس ما تشرفش بيه معناها للامانه، وقلتها وقتها وتعديت لايف وحاسيلو وعاودتها حتى البارح في الليميسيون معناها وقت جبدوا لي على سبب تبقى اليوم. شوف ريت التوفيق احنا بطبيعه الحال انا تونسي، الجامعه التونسيه قررت باش تعاقد معاه هو موجود معناها ايش حبني نقول معناها نحب كان نفرح وانه يعمل معنا جاي كاس عالم جاي كاس عالم نفرح برشا بالطبيعه نفرح برشا، نتاسف على الفازه اللي خرج بها كيفاش خرج اسمه سامي بيان سور تاسفت برشا بيان سور، مش تاسفت على خروجه لا طريقه خروج المفروض كان يستدعوه مع اللجنه اللي صارت لا لجنه لا شيء لا انت ما زلت في المغرب والناس الكل في المغرب تعلن على روح لتونس وقول راهو بالتراضي وكذا وتهبط له ميرسي وقتها، وانت انت تعلن عليها وانت من المغرب تقولش عليك كذا معناها سامحني في بلاد البرة تعلن على قرار يهم تونس معناها يهم تونس. تعودنا في تونس هكاك مش باهي المره الاخرى انا منظر الكبير في الطياره مروح معناها وهم يعلنوا لا بربي نتعلموا نحترموا العباد معناها خدم معاك نجح وفشل قطع النظر على كل شيء، بعد تقول له عايشك بارك الله فيك في كنف الاحترام كذا، مش من المغرب معناها. وجعتني اليوم صابري اللاموشي بيان سور نتمنى له النجاح، نتمنى له التوفيق لانه في نجاح هو نجاح تونس. وجاي كاس عالم اليابان هولندا، شنو رايك في مجموعه صعيبه برشا؟ مش صعيبه، اكثر من صعيبه معناها، خاصه وانه مثلا تو شوف انا كنت مفضل يا ودي كي الجزائر تجيك الارجنتين، كي المغرب تجيك البرازيل، ماتش حدث كما جاتنا فرنسا 2022 عايشين على ماتش فرنسا، ماتشات الاخرين ضد فرق صعيبه ياسر، ماهيش الفرق اللي تخليك تحكي ماهيش بلاد كبيره معناها، ولكن بلاد اصعب من البرازيل واصعب من فرنسا واصعب من مع هولندا باش تلعب معناها، هولندا ماكينات نتاع كوره معناها. اما احنا ضد المنتخبات نوعا ما الاقوى منا نلعبوا ان شاء الله، نلعبوا الدفاع بتاعنا والله ان شاء الله. عندك هولندا، عندك اليابان لورلا معناها، وعندك فريق من وفريق باش يجيك لا وزيد القرعه ما نصفتناش، فريق بيجيك بولونيا ولا يجيك السويد ولا يجيك الاوكران ولا معناها زاد كيف فريق اوروبي اخر معناها. الحقيقه مجموعه ما عندناش فيها، احنا جينا في الشابو 3 الشابو 4 كنا نجموا نجيو مع بلاد اقل منا، رحنا تي بلاد ندبر روسنا معاه حاسلون، ولكن جاتنا مع بلاد من اوروبا اللي هو من كبارات دوزيام ران في اوروبا، ولكن دوزيام ران في اوروبا يتسمى بالنسبه لنا احنا حاجه ربما بنشور نحلموا، انا نحلم الحقيقه معناها، لكن نحلم سقيه على القاع. اما احنا كجماهير وكاعلام وكذا لازم نقف مع المدرب نتاعنا يا ودي نقف، خلينا نشوف في موجه شويه هكا سلبيه، مش باهي شوف مع الاسف معناها شوف النجم نكون قاسي ننقد باحترام مواقعي زاده. وقت اللي معناها الفريق التونسي يلعب باش يمشي لكاس العالم ما نحكمش عليه قبل ما يمشي، ما نطيحلوش المعنويات قبل ما يمشي،
نقف معاه. لاني انا قبل ما نكون اعلامي وقبل ما نكون عندي ميكرو وبلاتو والدنيا ونحكي ونستعرض في عضلاتي، قبل هذا الكل انا تونسي. اكيد. انا كنت نتفرج في الماتش نهبل اكثر منك انت. معناها كنت نتفرج في الماتش معناها تونس تلعب تهز ونتحط. من بعد كي نجي البلاتو نحي الفيزا نتاع الاعلامي، نحي كل شيء. تونسي لحم ودم، معناها نشيخ تونس تونس. من بعد كي نجي على البلاتو باش نحكي على تونس ربحت ولا خسرت ولا كذا، نولي نلبس الاعلامي الرصين اللي يقول الكلام اللي الناس تستنى فيه، كلام المقنع دون ولا معناها عادي جدا. نحلم باش تونس تربح، لكن هذه اصعب قرعه جاتنا. ياسر خايبه القرعه هذه، معناها اونيتمون ياسر خايبه القرعه هذه، على خاطر الفرق اللي باش الاثنين اللي موجودين والثالث اللي باش يجي اكيد معناها صعاب برشا صعاب برشا. وما همش كل عرفت، ما همش بتاع شو، ماهيش مقابله قلع، ماهيش مقابله قلع. مش برازيل قل لي تونس فرنسا مقابله قلع، تونس اسبانيا مقابله تونس فوالا. ودونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالطبيعه انا كتوانسه معنا ماذا بينا السابعه تكون باهيه. هذه سبعه وعندنا فرصه نتاع احسن ثوالث ممكن ندخلوا في الحساب. ممكن احسن ثوالث ممكن بالطبيعه. ماذا بينا بنشور اللي راهو فيه صعب. اللي ريناه على كاس العرب وكاس افريقيا اللي مش بارامتر، مش نفس الجو، مش نفس لكن اللي وجع اكثر هو كاس افريقيا. صحيح. كاس افريقيا خاطر كنا بريمون على شعره باش تتعدى، وربما معناها معطيات مع سنين. فوالا ما نحبش نقول شو علاش مالي كيفاش عدلت وكذا، عيب لانه معناها مريح، معناها هبط على المقابله كبيره معناها الاولاد دزوه من تالي كذا، هبطت على يده. شوف يد بونو هزته الفينال، ويد سامي خرجتنا من الكاس الافريقي، ويد مارادونا تحيه لسي علي بن ناصر. يعطيك الصحة سي فتحي. عايشك. شكرا بالحق على قبولك الدعوة هذه، وفرحان برشا. عايشك انت ان شاء الله يا ربي. انا شوف نحب التوانسه اينما كانوا، اي مكان في العالم، كي راه توانسه في قطر، في الدوحه، في المغرب، في الجزائر، في غيرهم، نجم نعاون النجم نقفوا معاهم وانتم محليك، انت محليك تبارك الله عليك. يعطيك الصحة. معناها وشديت صحيح وتحب وكذا، وانا الحقيقه ما بخلتش باش نقول لك من الاول قلت لي الحقيقه اي ديريكت. لا نعم لانه شوف التونسي للتونسي مش رحمه اكثر من رحمه، ما التونسي للتونسي القلب في القلب، وانتم ليكم القلب في القلب. يعطيك الصحه سي فتحي. هنا وصلنا لنهايه حلقتنا الاولى مع سي فتحي المولدي، نتقابل ان شاء الله في حلقه اخرى. سلام. يعطيك الصحه سي فتحي.